الرحمن الرحيم، اخواتي واعزائي، اهلا وسهلا بكم. طبعا زي ما احنا شايفين على اليوتيوب وعلى التويتر، جماعه بتوع مكملين والحاجات اللي بتحصل سايبين برضو القضيه الفلسطينيه وشاغلين دماغهم بالسيسي وشاغلين دماغهم بمصر. طيب يا استاذ محمد يا نصري ولا اسمك ايه؟ انت دلوقتي بتتكلم في قصه وعايز تعمل اعلام جامد وعايز تعمل اعلام حر وعايز تبقى كويس، وده اللي لازم نستفاد منه احنا كمصريين ونفهم القضية ديت ايه. عايزين نعرف ليه قناة مكملين وليه الغرب شاغل دماغه بالسيسي بالتحديد. ليه شاغلين دماغهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحديد، وابتدوا يجيبوا له حد يخش في ريحه قصاده في الانتخابات. قبل منها ابتدوا يخلوا الناس يمشوا في الشوارع يقولوا غلاء اسعار والدنيا ولعت والدنيا باظت وعايزين نشيل السيسي وعايزين. والنهارده جاي عمال يقول لك السيسي اصله كان فقير وبقى غني. انت شاغل دماغك ليه؟ انت ليه ما بتشغلش دماغك باللي بيحصل في فلسطين واللي بيحصل على الحدود واللي عملته قطر واللي عملته السعوديه واللي عملته الاردن؟ انا عايز افهم، انت بتتكلمش عن الناس دي ليه؟ ما بتتكلمش عن اسرائيل ليه؟ ما بتتكلمش عن المستشفى اللي الناس ماتت فيها ليه؟ ما بتتكلمش عن حماس ليه؟ ما بتتكلمش على جميع الدول دي ليه؟ ولا عشان الدول دي كلها تبع ماما امريكا بتاعتك؟ ولا الدول دي عشان تبع ولي نعمتك؟ بصراحة يا جماعة احنا عايزين نتكاتف جميعا زي الصعايدة الجدعان. تحية لأهل الصعيد وناس الصعيد الرجالة الجدعان الأبطال. أشوف لهم حاجات على اليوتيوب وعلى النت بيقولوا إحنا داعمين وراك يا ريس. ناس فاهمة، ولسه الصعايدة وجاي وراهم الفلاحين كمان. إحنا بنقول إحنا فايقين، الشعب المصري فايق، مش هيسمع قناة مكملين، مش هنسمع التخاريف. أنا برحب بسمعكم علشان أعرف انتوا ماشيين في مخططاتكم ازاي في مصر. مصر محمية بالقرآن، محمية من ربنا سبحانه وتعالى وجيشها العظيم خير أجناد الأرض اللي منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انتوا بتحاربوه. ما تيجي تشوف فيديو وارجع لكم تاني. هم الأسود حين تذود عن الحدود، فمن يكونون وإلى أي جيش ينتمون؟ إلى جيش مصر، فمن هو جيش مصر؟ إن رجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيدا طبيعة مهامهم للحفاظ على هيبة وكرامة الوطن، ويبعثون برسالة طمأنة إلى شعبهم مفادها إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها. وأقلعت عدد من طائرات الهيل أباتشي والهيل كاموف من حاملة المروحيات أنور السادات لتنفيذ مهمة الدعم النيراني، وتم تدمير الأهداف الساحلية وتفجير الألغام القاعية المكتشفة وإعطاء الإشارة الضوئية لقوة الإبرار الرئيسية لبدء عملية الإبرار. ونفذت طائرة الهيل أباتشي والكاموف القذف الجوي لأهداف معادية بالصواريخ المختلفة،
وقامت طائرات الهيلشنوك بالإبرار الجوي لعناصر الصاعقة لاتخاذ أوضاعها بمهمة عزل الأهداف المعادية وتأمين قوة الإبرار الرئيسية والاقتحام الرأسي للمبنى المحتجز به الرهائن. كما قام عدد من الوحدات البحرية القتالية بإطلاق العديد من الصواريخ المتنوعة وقيام الغواصات البحرية بإطلاق عدة توربيدات على عدة أهداف معادية، وتم إصابة الأهداف وتدميرها. كما تم رصد أهداف جوية معادية على مسافات مختلفة، وتم الاشتباك مع الأهداف. ونجحت مجموعة الدفاع الجوي في تدمير جميع الأهداف الجوية المعادية. كما قامت عناصر المدفعية الصاروخية بفتح النيران على سفينة في عمق البحر، وتم تدمير الهدف وتحقيق النتيجة المطلوبة. وهكذا يثبت الجيش المصري أن به رجالا حرموا على أنفسهم الحياة. بعد ما شفنا الفيديوهات دي وشفنا احنا عندنا جيش عامل ازاي، مش من السهل اللي انت تقودني لحرب. ما هي الحرب؟ او من اللي يقدر يقول ان انا هحارب؟ انا عندي قوات مسلحة وعندي خطة حرب. امتى هدخل الحرب؟ امتى هخش ان انا احارب؟ هل لو انا دخلت حرب دلوقتي حاليا، هل الشعب المصري الشعب بتاعي هيبقى عايش ازاي؟ الحرب مش بسهولة. هم عايزين يقودوا مصر الحرب، لان القصة مش غزة، القصة عايزين يهجروا اهل غزة يدخلوهم سينا، وسينا خلاص تبقى راحت على المصريين كمان، وشكرا على كده. اين الدول اللي تحالفت مع اسرائيل؟ اين الدواعش؟ انا بقول اين الدواعش وحزب الله وحركة حماس؟ الناس دي كلها فين؟ انا مش شايفين غير مصر بس، وكل واحد بيطلع يتكلم بيقول مصر ما بتضربش ليه؟ مصر ما بتخشش ليه؟ احنا واقفين على الحدود وعايزين نحارب. افتحوا لهم الحدود مفتوحه، روحوا اضربوا. يا اللي انت واقف بتقول لي حارب، انت يا اللي انت اصلا هربان من الجيش واقف بتقول انا عايز احارب، روح يا عم. طب كنت تتدرب على الاول ازاي تمسك سلاح وتحارب. معنى كلمة حرب او اخوض بلد الحرب لازم اكون مهيأ للحرب، مهيأ بلدي للحرب. هقود بلدي لحد فين؟ الناس دي عايزة توقع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان وقع الرئيس السيسي وقعت مصر، انتهت مصر. هيجوا بقى اللي عايزين يحطوه، خدوا سينا، خدوا رفح، خدوا المنصورة، خدوا كفر الشيخ، خدوا الصعيد، خدوا بقى اللي انتوا عايزين تاخدوه. ولكن الجيش المصري برئيس قوي، لان هو النهارده من اقوى رؤساء العالم اللي معمول له 1000 حساب وحساب. ليه؟ قائد عسكري صح، وراه جيش صح، وراه وزارة دفاع صح، وراه وزارة داخلية صح، وراه شعب صح. الشعب اللي هيقود الجيش وفي ظهر جيشه وفي ظهر رئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. لن ينهار الرئيس السيسي، لن ينهار الجيش المصري، لن تنهار الشرطة المصرية، لن ينهار شعب مصر العظيم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.